كمان بالنسبه لنادي الزمالك في مفاجاتين الحقيقه. المفاجاه الاولى ودي انا سمعت عنها يعني من امبارح بدري شويه، بس بصراحه ما كنتش مصدقها، الا وهي انه في فكره لعوده فيريرا اللي مشي من 3 ايام بالظبط بقرار مجلس اداره، وده طلعنا يعني شفناه كلنا على الهوا، واتقال انه قرار اقالته كان عقب مباراه الاهلي، وقالوا ان مباراه المحله ايا كانت النتيجه الراجل كان ماشي. ده الكلام اللي اتقال. لكنه فوجئنا انه امبارح لا، ده اسامه نبيه عايز فيريرا يرجع تاني وتمام التمام. ففي اجتماع مجلس اداره النهارده لبحث عوده فيريرا من جديد. بالمناسبه فيريرا اصلا ما مشيش من مصر. فيريرا قال انا قاعد لحد ما اخد كل مستحقاتي، ما عنديش مشكله خالص، انا مش هتحرك، انا قاعد في الفندق طبعا على حساب النادي واشوف موضوع فلوسي ومستحقاتي، وده اصل ده يعني عقد مفيش فيه كلام يعني. فتوقعوا الزمالك عنده اجازه يومين، فتوقعوا بعد اليومين دول ما يخلصوا انه فيريرا سيكون في تدريب نادي الزمالك من جديد. دي المفاجاه الاولى. المفاجاه الثانيه الحقيقه بالنسبه لي هي امام عاشور، وامام واحد من اهم لاعيبه نادي الزمالك. امام عنده عرض من نادي ميتلاند الدنماركي، وده نادي كويس على فكره، بس الدنمارك طبعا مش يعني مش اسبانيا، مش انجلترا، مش ايطاليا، يعني مش من اللي هي الدوريات يا جماعه الكبرى المصنفه، اللي هو الدوري الانجليزي، الدوري الاسباني، الدوري الالماني، الدوري الايطالي، الدوري الفرنسي، بيجي بعديه مثلا الدوري الهولندي وهكذا. لكن امام كلاعب انا شايف ان امام يلعب في اي دوري في العالم من وجهه نظري انا الشخصيه. وسمعت كلام انه 3 مليون دولار، طبعا احنا ما بنعرفش القيمه كام يعني، وعلى فكره من حق نادي الزمالك انه يخبي القيمه، قالوا 100 مليون لا 105 مليون لا 90 مليون، ما بتبقاش عارف الحقيقه فين او الرقم الحقيقي فين يعني. لكنه الزمالك وافق بالامس، وده شفناه في يعني تصريحات واضحه جدا انه حصل كلام لامام عاشور والراجل بكى ونادي الزمالك وافق على بيع امام عاشور. مفاجأتين الحقيقه اكبر من بعض، لكنه ده حال